المسدس الصوت ينفع تدافع بيه عن نفسك؟ النهارده هنجرب في مواقف حقيقية وهتشوف النتيجة بعينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو حرفيا مش هيتعمل وفيه مجازفة جامدة قوي. انا هجرب لكم هضرب بكل سلاح من اللي انا عرضتهم لك دول. هجرب لك دلوقتي على الكرتونة دي. الكرتونة دي انا عملتها كده سريعا للتجربة. طبعا انا كنت عايز اجرب على موزة مثلا او حاجة، بس استحرمت الموضوع دوت، فانا هجربه على كرتونة. فاحنا دلوقتي هضرب فعليا ونشوف نتيجة الضرب دوا عن قرب من مسدس الصوت. هل هيأثر عليها؟ هل هيحرقها؟ ولا ايه النتيجة؟ خليكم معانا وهنشوف دلوقتي سلاح سلاح وانا بضرب بيه وبجربه. ايه اللي هيحصل وايه الاثار الناتجة عن سلاح الصوت ده. الفيديو ده هستخدم معاكم 7 مسدسات مشهورة جدا. اولهم الريتاي بارون، الزوراكي 4918، والايكول جاكال، والريتاي اس 2022، وعندنا الكيمار بردجير اللي هو شبيه الحلوان، وعندنا الايكول ديجلي، وعندنا البلو التي ار 9202. حاجة هنجربها هي ريتاي بارون، وانا راعيت ان الذخيرة تكون نفس النوع عشان تبقى تجربة متكافئة. بسم الله. بص المنظر، عدت كمان للحيطة اصلا. ما توقعتش طبعا النتيجة دي نهائي نهائي نهائي. المنظر ده بتاع اتخرمت كلها. بص المنظر، بص، ما توقعتش كده نهائي طبعا. غير الحيطة هزود كرتونة عشان ايه كده الموضوع مش هينفع. وشكرا للريتاي بارون، طبعا تأثيره كان قوي جدا. نخش على اللي بعده، مفيش وقت. حاجة هنجربها معايا هي الريتاي الاس 2022. بسم الله. دي اول طلقة ضربت، ده منظرها اهو. ريتاي بارون قوي جدا. بسم الله. بص المنظر، اقول لكم بص المنظر بالنسطة ده، نشوف فيه ايه ورا. برضه نفس الموضوع، لقيت الدنيا خالص. نخش على السلاح اللي بعده. اللي بعده يا حبيبي مليان ايكور جاكال. نفس الموضوع. طبعا ايه، بسم الله. باين برضو نفس الموضوع. تهيألي الدامج بتاعه أعلى من الريتاي اس 2022، فتحة أقوى. رابع حاجة معانا الزوراكي ال 4918. طبعا الناس كلها مستنياه. صوته متخلف حرفيا. بسم الله. اتفرج بقى. الزراكي بهدل الدنيا خالص. اوف، بص بقى هنا الزراكي. طبعا الناس كلها عشان تعرف دلوقتي الزراكي ليه مش موجود في السوق، ولو موجود هتلاقيه بأسعار فلكية. يعني الحتة دي هعرضها، أصلا كنت عارضها ب20,000. عشان بصوا الزراكي عمل ايه في الحيطة، بهدل الدنيا. راح معانا كان البلو التي ار 92.
بس في حد حجزه وهو ما ضربش طلقة زيرو كما قال الكتاب، فأنا بصراحة مش هجربه لأن هو يعتبر خلاص الراجل حجزه، فكده تمام. ومعايا الإيكول، الإيكول بيضرب بيلي، وأنا بصراحة كنت هجرب لكم البيلي بس هخليه فيديو تاني. خلاصة الموضوع، مسدس الصوت ممكن يرهب بس ايه، مش بديل للسلاح الحقيقي تماما. الصوت عامل مهم بس الأهم انت نفسك، تصرفك وهدوءك هو اللي بيتعامل مع الموقف ايا كان، لكن بيأثر، اديكوا شفتوا التأثير، وما ينفعش، في احتياطات امن لازم تاخدها، تبقى بعيد وانت بتستخدمه. قوي وبيعور وممكن يحرق حد وعايز اقول لكم ان اصلا الحته اللي قدام الخضره دي في كل طبنجه، الحته دي بتنطر لقدام، فانت لو قربته من حد دي هتخش في جلده، هيطلعها بمرقاط او حاجه. ابعد خالص. الفيديو اللي جاي لو هتفكر تشتري مسدس جاي، استنى هقولك افضل اوناع تناسبك بالظبط، فاستنونا في الفيديو اللي جاي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وافعل الجرس عشان الفيديو اللي جاي نار بمعنى الكلمة.